توقعات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. فيديو متاع اليوم باش نحكيو فيه على كل المقابلات الجولة الثالثة فانتازيا، باش نحاولوا زاد نختاروا شكون اللاعب اللي باش يكون نجم المقابلة في كل مقابلة باش تتلعب في الجولة الثالثة. لذلك فيديو اليوم باش يكون خصيصا لمحبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، اللي باش يعاون لاختيار اللاعبين للجولة الثالثة من الفانتزي. لذلك صديقي، كان شفت الفيديو هذا اهم حاجه كالعاده لايك سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات، واهم حاجه انكم تدخلوا زاد معنا في الليج نتاع نحكيو كوره اللي المنافسه فيه العام هذا قويه جدا. ما نطولوش عليكم اكثر، نبداو باول مقابله اللي باش تكون ديربي لندن ما بين نادي تشيلسي فولهام. تشيلسي البدايه نتاعو في اول مقابله تعادل، لكن المقابله الثانيه اكتسح نادي ويست هام في ديربي لندن زاد كيف خماسيه، وتقريبا عدد كبير من اللاعبين ساهموا فانتازيا في المقابله هذه. غياب كول بالمر مازال ماهوش ثابت، مازلنا باش نشوفوا الندوه الصحفيه في اخر مقابله لماريسكا اللي باش يعلن فيها هل كول بالمر باش يساهم باش يلعب في المقابله امام فولهام والا لا. هذا اللي باش تكون معنا عينينا اكثر على بالمر، لانه اغلب التشكيلات حاليا تحتوي الملاعبي هذا. لكن عموما حسب رايي التوقع نتاعي باش يكون 3-1 لنادي تشيلسي، مع التألق كالعاده نتاع جواو بيدرو، لكن بالطبيعه نحطوا زاده في نقاو في الحسبان العوده نتاع كول بالمر كان عادل المقابله هذه باش يكون زاده ما بين النجوم نتاع المقابله حسب رايي. على كل التوقع نتاعي لتشيلسي فولهام 3-1، ونجم المقابله باش يكون هو جواو بيدرو. المقابلة الثانية باش تكون مانشستر يونايتد اللي انهزم امام ارسنال وتعادل امام فولهام في المقابلة الثانية. برونو فرنانديز اللي عندي في التشكيلة نتاعي ضيع ضربة جزاء رغم اللي خذا 2 نقاط من التدخلات، لكن اضاع ضربة جزاء امام نادي بيرلي اللي خسر المقابلة الاولانية وفاز المقابلة الثانية في مقابلة مهمة جدا حسب رايي امام ساندرلاند، لانه المنافس نتاعو اللي باش يكون على المراكز الاخيره. مانشستر يونايتد في بلاده ما عادش عنده حتى خيار غير الانتصار، بما انه بدا بزوز مقابلات التعثرات مطالب انه يفوز. 3-5-2 متاع المدرب اموريم ماشيه وتتحسن بصراحه، لازمها كاليتي اكثر متاع ملاعبيه اللي نعيبوا على المدرب متاع مانشستر يونايتد انه ماهوش يقحم في المهاجم الاساسي اللي هو سيسكو، اللي المفروض المهاجم هذا انتدبته بقيمة 60 أو 70 مليون يورو. مفروض من أول مقابلة هو اللي يدخل يلعب، هو اللي يشد واحدة واحدة بالطبيعة ينجم حتى يحسن لك خط الهجوم، وراه يلعب كونيا كيف زاد نعيب أكثر أنه برونو فرنانديز يلعب معنا في مناطق متأخرة أكثر، رغم اللي الملاعب هذا هو أكثر ملاعبي قادر باش يشكل خطر على كل منافس من فريق مانشستر يونايتد. نتوقع أن المقابلة دي باش تنتهي بنتيجة فوز مانشستر يونايتد 2-0. كلين شيت موجوده لمانشستر يونايتد للمدافعين، ونجم اللقاء حسب رايي اللي هو باش يكون كونيا. المقابله الثالثه باش تكون توتنهام الانجليزي مع بورنموث. توتنهام المتصدر حاليا اكتسح نادي سيتي في الاتحاد مقابله صعيبه فاز بها 2-0 وبدايه مثاليه للسبيرز امام بورنموث اللي المقابله باش تتلعب على ميدان توتنهام. مقابله صعيبه، بورنموث من عمناه الفريق ممتاز ويقدم في لقاءات كبيره كيف خط الهجوم نتاعو اللي فيه ايفان نيلسون زاد ممتاز جدا وقادر في اي مقابله باش يسجل في البريمير ليج، وما تنجمش تتوقع انه بورنموث في كل مقابلات صعيب باش تسجل. نتوقع انه المقابله ذي باش تنتهي بنتيجه 2-1 لتوتنهام في اخر دقائق. الزوز فرق باش يسجلوا، ما فماش كلين شيت في المقابله ذي، ونجم المقابله باش يكون من جانب سبيرز توتنهام واللي هو جونز. كيف زاد نتوقع انه فما مساهمه هجوميه لبيدرو بورو من اسيست. بعده نحكيو على ساندرلاند وبنتفورد. بنتفورد اللي معاها مدرب جديد، كيف زاد خرجت من اهم الملاعبيه اللي هو مبيمو، وتقريبا ويسا زاد باش يغادر لفريق نادي نيوكاسل. ساندرلاند اللي عملت 11 انتداب كامل وكانت في الشامبيونشيب. الزوز فرق مازالت ما تفهمهمش الا ما يعملوا على الاقل 6 مقابلات في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم هذا باش تفهم كل فريق وش هي التوجه نتاعو، هل باش ينافس على المراكز ال 12 13 وسط الترتيب، والا باش يكون ما بين الفرق اللي باش تنافس على البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز. مقابله صعيبه، نتوقع اني باش تنتهي بنتيجه التعادل 1-1. وحسب رايي نجم المقابله باش يكون هو ادينغا في المقابله ذي اللي اختير بصراحه معنا في الفنيات في الواحد على واحد، قادر باش يفسخ كل ملاعبيه اللعبه في الميدان نتاعو، قادر باش
يسجل هدف في المقابله هذه، حسب رايي باش يكون هو نجم الجوله. نتعداو بعد لولفرهامبتون وايفرتون. ايفرتون اللي المقابله الفاضله الدفاع نتاعو حقق كلين شيت وكافئ كل معناها لاعب في الفانتزي انه عمل على دفاع سواء تاركوفسكي والا حتى بيكفورد في حراسة مرمى. يلعب امام وولفرهامبتون في المولينو ستاديوم، مقابله صعيبه هذه بالذات، زاد نتوقع انه فيها كلين شيت للزوز، ونتوقع اني باش تنتهي بالتعادل السلبي 0-0، واللي باش يراهنوا زاد كيف على دفاع ايفرتون باش ينجحوا في المقابله هذه، ونفس الشيء بالنسبه لدفاع وولفرهامبتون. واخر مقابله اللي باش تتلعب بيوم السبت باش تكون ما بين ليدز يونايتد ونيوكاسل. نيوكاسل شفناها معناتها تعتبر البدايه نتاعهم ماهيش احسن حاجه، لكن زوز مقابلات صعاب. ورا وجه ممتاز امام استون فيلا في المقابله الاولانيه اللي انتهت بالتعادل السلبي. المقابله الثانيه بالنسبه لي قام بشوط اول عالمي من ايدياو على ارني سلوت، لكن الخبره نتاع ليفربول خلاتهم باش يفوزوا ويروحوا ب3 نقاط من سان جيمس بارك بالذات. المقابله هذه باش تكون في ملعب ليدز، ميدان صعيب. ليدز مازال معنا متطامحين، معنا اللي عاد للدوري الانجليزي الممتاز وطامح الموسم هذا باش يكمل في كونتينيتي كبيره ويكون موجود في الدوري الاولاني في البريمير ليج. مقابله صعيبه، لكن نتوقع اول 3 نقاط لنيوكاسل اللي كالعاده مش باش يشارك فيها إيزاك بما انه مازالت الامور ما تحلتش، لكن نتوقع انه نجم الجوله في المقابله ذي باش يكون تونالي اللي باش يسجل هدف وباش يعطي اسيست المقابله ذي باش تنتهي بنتيجه 3-1 لنادي نيوكاسل. بعده نحكيو على برايتون ومانشستر سيتي، واول مقابلات يوم الاحد. تيران صعيب في الامريكان اكسبريس. مانشستر سيتي مازال الثوابت نتاعو مع بيب غوارديولا ماهيش موجوده، انتدابات كبيره وملعبيه، وبدا تقريبا يتغير شويه الجلد نتاع مانشستر سيتي، لكن ديما مقابله صعيبه اللي باش تخلي مانشستر سيتي يعاني في الامريكان اكسبريس، اللي باش تنتهي المقابله بنتيجه التعادل 1-1. اتوقع انه الهدف الوحيد اللي باش يسجله مانشستر سيتي باش يكون عن طريق هالاند. بعده نمشيو نوتنغهام فورست مع ويست هام يونايتد، مقابله زاد كيف باش تكون مفتوحه للزوز، وما نتوقعش انه نوعيه المقابلات هذوما باش يكون فيهم كلين شيت. على الورق حاليا الناس الكل باش تشوف نوتنغهام فورست هو الاقرب للفوز، وهذا معاكم وكلامكم صحيح كي تشوف معنا سكواد حاليا نتاع نوتنغهام فورست والجاهزيه معنا الفورمه الحاليه هو الاقرب للانتصار على نادي ويست هام. لكن المقابله دي بالذات نتوقع فيها انه فما سوربريز لويست هام يونايتد اللي بدا بدايه متعثره، لكن في المقابله ذي باش ينتصر ويحقق اول 3 نقاط. ويست هام يونايتد بدا الموسم بهزيمه 3-0 امام ساندرلاند، ثاني مقابله انهزم بنتيجه 5-1 في ديربي لندن امام نادي تشيلسي، لكن في المقابله ذي بالذات باش يحقق انتصار ثمين امام نوتنغهام فورست 2-1، ونجم الجوله باش يكون هو بون. بعده نمشيو لقمة ليفربول ارسنال، قمة الصدارة. زوز فرق بداو الموسم نتاعهم بنتيجة مثالية، زوز انتصارات 6 نقاط. اللعبة في انفيلد مقابلة صعيبة وما تنجمش تتكهن بها، لكن بالنسبة لي على الاقل باش تكون فوز ليفربول 2-1، ونجم الجولة باش يكون محمد صلاح. اخر مقابلة باش تكون ما بين استون فيلا وكريستال بالاس في الفيلا بارك. نوعية المقابلات هذوما صدقوني بالنسبة لي خير من اتلتيكو ريال مدريد ديربي مدريد، خير ما بين دورتموند وبايرن ميونخ كلاسيكو انجلترا، خير بالنسبه لي من نابولي انتر. نوعيه المقابلات هذوما هما اللي يكون فيهم ديما على الاغلب عدد كبير من الاهداف. قمه في البريمير ليج رغم اللي ما همش زوز اسامي معنا متاع القاب حاليا، لكن استون فيلا وزن كبير. كريستال بالاس اللي حقق زاد كيف معناه الكأس الاتحاد الانجليزي وحقق معاها السوبر الانجليزي. نتوقع انه باش تكون مقابله صعيبه فيها عدد كبير من الاهداف اللي باش تنتهي بنتيجه 3-2 لاستون فيلا في الفيلا بارك، ونجم الجوله ذي باش يكون هو اولي واتكنز. هذه كانت التوقعات نتاعنا للجوله الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. اكتبوا لنا اهم حاجه التوقعات نتاعكم، لايك كيف سبسكرايب، واستنونا في فيديو اخر من فانتزي الدوري الانجليزي الممتاز. وما تنسوش باش تدخلوا في الليج متاع نحكيو كوره.